يا جماعه بقى حد يقول لنا حاجه، ده فطير ولا بقلاوه ولا بغاشه ولا رقاق؟ ده ايه بالظبط ده؟ ده بصوا بقى اللهم بارك، يجنن. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد. اول حاجه هنجهزها هنا هنعمل عصاج اللحمه المفرومه. هنجيب طاسه على النار نسخنها، بعد كده ننزل بنص كيلو لحمه مفرومه. عايزين بس كده ندي تشويحه بسيطه للحمه المفرومه، بتخلي طعمها حلو جدا. معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح وشويه من البابريكا. هي دي كل البهارات اللي احنا عايزينها، مش هنضيف بهارات اكتر من كده. لما لونها يغير من تحت هنبدا ان احنا نقلبها. بعد كده هنضيف فصين من الثوم. الثوم يا جماعه بيخلي كده طعمها حلو جدا. وهنجيب بصله كبيره نقطعها مكعبات كده صغيره ناعم، وهننزل بيها على اللحمه المفرومه، هنقلبها بس تقليبتين. بعد كده هنغطيها لمده ربع ساعه تكون استوت معانا وتمام جدا. كده هنا استوت معانا. انا بقى معايا كيس صلصه كده صغير، يعني معلقتين من الصلصه هنضيفهم على اللحمه المفرومه، بيديها طعم حلو جدا وكمان بيديها لون حلو قوي. ممكن لو انتوا عاملين صلصه كمان فريش في البيت ممكن تضيفوا عليها الصلصه اللي انتوا عاملينها في البيت. وهنا بقى اهم حاجه اللي بتخلي الرقاق يكون حلو، نوعيه الرقاق نفسها. يعني الرقاق اللي هو الرقيق اللي انتوا شايفينه دوت، ده يا جماعه اشتروه، ما تجيبوش ابدا الرقاق اللي هو التخين. اولا ما بيبانش فيه السمنه، مهما تحطوا كميه سمنه ما بيبانش فيه السمنه، وبيبقى تخين فما بيكونش حلو. فالرقاق اللي هو الرقيق دوت بيكون حلو جدا. وهنا بقى الشوربه، عايزين برك الشوربه تكون طعمها حلو. يعني مثلا هتسلقوا لحمه او فراخ او اي شوربه في الدنيا، تحطوا فيها طبعا ورق لورا وحبهان، تحطوا بقى طماطم وتحطوا جزر، كل الحاجات دي يعني منكهات حلوه جدا، بتدي طعم حلو للشوربه. ومع بقى الشوربه هنا هنضيف لها معلقه سمنه، معلقه سمنه او معلقه زبده، اي حاجه موجوده عندكم طعمها حلو، يعني سمنه او زبده يكون طعمهم حلو. تضيفوا معلقه كده للشوربه. من اهم حاجه تخلي الرقاق مظبوط جدا ويكون طعمه حلو ما يلزقش من تحت، والرقاق تكون مورقه ويكون لونه ذهبي. السمنه او الزبده اللي احنا هنحطها لازم كميه حلوه جدا من السمنه. احنا هنا جبنا زبده بلدي ماشي، وهنحط منها يعني ندهن كميه حلوه جدا. اهم حاجه من تحت، يعني اكتر كميه تحطوها من تحت في الصينيه علشان يتقلب معانا بسهوله، ويكون كمان لونه حلو ويظبط جدا معانا. وطبعا ندهن الجوانب، يعني اهم حاجه الجوانب عشان ما يلزقش فيها. بقى الرقاق بتاعنا وهننزل بيه في الشوربه. هننزل بيه بالشوربه كده. انا بقلبكم بس. هننزل كده بالرقاق في الشوربه ماشي، وهنطلعها كده تمام. صفيها حلو. بس زي بقى ما اتفقنا، اهم حاجه هنا معانا ايه؟ السمنه. نحط كميه كويسه ماشي، بصوا. واهم حاجه يا جماعه الحروف، علشان الرقاق ما ينزلش يعني يلزق في الحروف. ممكن نحط كميه سمنه كويسه وننسى الحروف، نيجي نقلبها نلاقي الحروف لازقه فالصينيه ما تقلبش معانا حلو. فاحنا عايزين ندهنها كلها كويس وما ننساش الحروف معانا. شكرا. فاروز كسرت لي الرقاق. هننزل بقى بالشوربه كده. والشوربه عايزين نحافظ عليها ان هي تكون يعني تكون سخنه، يعني حتى لو بردت معانا نبدا ان احنا نسخنها تاني. فاهم حاجه؟ الشوربه تكون سخنه معانا عشان الرقاق يكون طري ما يكونش ناشف. يعني احنا عايزينه مقرمش وفي نفس الوقت طري، مش عايزينه هو ناشف قوي يتكسر مننا. انا ماسكه تاني يا ماما. بس هنحط بقى 5 رقاقات من تحت و5 من فوق لان دوت رقيق. لكن لو الرقاق التاني يعني اضطريتوا انتوا جبتوا الرقاق وخلاص واشتريتوه، الرقاق التاني اللي هو السميك شويه، ممكن تحطوا 4 من تحت و4 من فوق. انا قاعده قدام ماما. بصوا هنا انا حطيت ال5 رقات تمام، وحطيت اللحمه المفرومه، لكن للاسف الجزء بتاع اللحمه المفرومه وانا بحطه على الرقاق ده لقيته اتمسح للاسف. يعني هنكمل بقى 5 رقات تاني بنفس النظام. هنجيب الرقاق نحطه في الشوربه. وهنا كده يا جماعه خلصت معاكم صينيه الرقاق. طبعا اخر حاجه من فوق برده لازم ندهنها كميه سمنه كويسه. بس انا كده بقى مسخنه الفرن، وهنحط الشبكه في اول رف، يعني منخليهاش في النص، في الرف اللي تحت النص على طول. هندخلها الفرن لمده مثلا 10 دقايق او ربع ساعه على حسب الفرن عندكم. لما تاخد لون من تحت هنقلبها الناحيه التانيه، هدخلها الفرن وهخرجها اقلبها معاكم. بصوا بقى ما شاء الله طلعت من الفرن تمام. بشوفها بقى باي حاجه كده من تحت، بشوفها باي حاجه كده من تحت. لما الاقيها خدت لون
خلاص اعرف كده ان هي تمام معايا ومفروض ان هي تتقلب. بصوا يا جماعه بتتحرك ازاي. هنبدا بقى احنا هنقلبها واوريكم هتتقلب ازاي بسهوله. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل كده عشان تشوفوا. بسم الله. بصوا الصينيه زي الفل. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه لونها بجد يجنن يجنن. بصوا يعني كتير جدا كان بيبعت لي في المسجات يا علا انت بتعملي ازاي الرقاق، وكان كتير جدا بيفتكروا ان هو فطير اصلا، مش فاكرين ان دوت رقاق. اقول لهم والله ده رقاق. طب ورينا الطريقه، طب اعملنا فيديو. بص مفيش ابسط من كده، طريقته سهله جدا. بس هو زودي شويه السمنه، خلي ايديكم فرطه كده شويه في السمنه او في الزبده، هيطلع معاكم احلى رقاق. بصوا هو اساسا الصينيه مطرحه من تحت سمنه، فاحنا مش هندهنها سمنه تاني. بصوا مطرحه من تحت سمنه ازاي، فاحنا بقى ننزل بالرقاق كده بكل سهوله. بصوا بسم الله ما شاء الله خطير. هنحطه بس 5 دقايق من تحت ياخد لون، بعد كده نرجع. بصوا يا جماعه وكده خلاص خرج من الفرن. بصوا يا جماعه شكله اللهم بارك يجنن خطير بجد. يلا نحطه في الصينيه دي كده مع بعض. بصوا ولا نزل، بصوا نازل قطعه واحده قطعه بتاعتها خطير. بصوا الرقات، بصوا اللحمه المفرومه. حاجه بقى معانا كده تقطيع الرقاق المقص. بصوا بيتقطع بكل سهوله. القطعه ماسكه نفسها ازاي. بصوا بجد خطير. بقى الناس اللي سالتني اخيرا عملت لكم الوصفه، واديكم شفتوا هي قد ايه سهله وقد ايه بسيطه ومش محتاجه اي حاجه خالص زي ما قلت لكم. جربوا الطريقه ديت واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.